بالرباط نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم مسيرة وطنية احتجاجا على المبالاة الحكومة تجاه مطالب المركزيتين النقابيتين. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو التحالف الحكومي إلى تحمل مسؤوليته فيما يخص النهوض بظروف معيشة الطبقة العاملة ومنحها الحق في التمتع بكافة حقوقها. الحق في الشغل والأجر والتعويض والسكن المناسب واحترام الحريات النقابية، مطالب ينادي بها اتحادان نقابيان مغربيان هما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. هنا في هذه الشركة التي تشتغل في مجال بناء الوحدات الصناعية واللوجستيك والبنية التحتية وفي شركات أخرى، يطالب أيضا العمال بتراجع الحكومة عن قرار الخصم من أجور الموظفين الذين يخوضون إضرابات، بالإضافة إلى الحصول على الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية. أغلب النقابات كتطرقوا مع الحكومة بحلول ديال الحل المشاكل ديال العمال في الشركات بخصوص في الضمان الاجتماعي يجب العمل على نقاط مهمة تمكن من استقرار اقتصاد البلاد وتسمح لنا بالحصول على مشاريع طويلة الأمد تستمر مثلا إلى ما بعد العام 2025، ما سيمكننا من تطوير أعمالنا ومنتجاتنا في الأسواق الوطنية والدولية. المجلسان الوطنيان لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعيا إلى تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد طبقا لما ورد في بيانهما المشترك. وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الاتحادان النقابيان تنظيم مظاهرة مشتركة، الأولى كانت في ماي من السنة الماضية.